احنا في حياتنا مصاصين دماء كتير، ان كانوا اولاد او بنات. قابلت بنت مصاصي دماء، قابلت ولد مصاص دماء، اعرفي ازاي ان هو بياخد ما بيديش، هو عايز انك تديله بس او انت تديله بس. يبقى العلاقه دي قائمه ايه؟ على الاحتياج مش على الاختيار. ونادرا لما نلاقي حد ايه؟ قائم على الاختيار. نعرف ازاي ان العلاقه دي مصاصين دماء؟ ان هو ايه؟ كلام، مفيش افعال، وعود بس زي ما قلت في الفيديو بتاع امبارح. طيب إيه لما اقول مثلا عايزين نخرج خروجه، خلاص يبقى نشوف وبعدين نقرر؟ لا، لازم يكون لك قرار. هو انت مش ماشي مع حد ما عندهوش عقل، لازم يكون ليك وجهة نظر في العلاقة. يبقى انت كده ايه؟ مش موضح ان كان صديق ولا في علاقة صحوبية او جواز او ارتباط. طيب يا جماعة، احنا بنحل مشاكلنا ازاي؟ بنوصل لحل ولا ما بنوصلش، ولا بيفضل النقاش مفتوح زي كل مرة؟ اعرفه لو يفضل النقاش مفتوح زي كل مرة يبقى انتوا كده ماشيين مع شخص مصاص دماء، او مصاص الدماء هي عايزه تاخد بس وجاست ان هي تكون فامباير. يلا بقى، عايزه اعرف ارائكم في الكومنتات. انتوا تعرفوا ناس فامباير ولا ما تعرفوش؟